خلي بالك علشان حمادة هلال بيته اتسرق، واللي سرقه اكتر حد هو كان بيثق فيه هو وزوجته. القصة ايه؟ هحكي لكم عليها عشان في قصة مشابهة برضو غريبة. يلا بينا. الحبايب مساء الخير. من كام شهر الفنان حمادة هلال استعان بسيدة بتساعد زوجته في البيت، شغالة يعني. ويعني كان يبدو عليها ان هي امينه ومحترمه وجميله ونشيطه والى اخره يعني، وشهور معاهم. وهم يعني لما اختبروها في الاول تمام اظهرت امانتها، سابوا لها كل حاجه في البيت، قاعده في البيت وعايشه وبتاكل وتشرب، وهي اللي بتنظف الغرف بتاعه النوم وشايفه كل حاجه والفلوس فين والبتاع فين. المهم من فترة قريبة هي اتزنقت في يعني مبلغ مالي، مرت بظرف يعني، وطلبت من زوجة الفنان حمادة هلال المساعدة، والسيدة يعني المحترمة ساعدتها وادتها فلوس تمام وخلاص، والمفروض ان اتفك ازمتها. الا ان من كام يوم قريبين يعني من 3 4 ايام الست دي اختفت. مرات حماده هلال بتدور بتشوف، يا نهار اسوح، لقيت في بعض المشغولات الذهبيه اللي هي الخاصه بيها اختفت، وبعض الاكسسوارات اختفت، وتليفونها الشخص اختفى، ايفون غالي يعني عدي 70 80 الف جنيه. والست خلاص اختفت هي كمان، او البنت اختفت. يلا اجري على البتاع، على اسم الشرطه، عملوا محضر واختفاء المسروقات معرفش مين. طبعا الاتهام الاول راح للبنت دي، وفعلا قبضوا على البنت وجابوها. مرات حماده هلال في اقوالها في النيابه بتقول يعني الست دي بقى لها معانا شهور، وانا يعني لا انا بخلت عليها بحاجه ولا قصرت في حقها في حاجه، بالعكس لما اتزنقت في موضوع وجت طلبت مني مبلغ مالي انا اديتها. وانا كخالد بقى عارف حماده هلال بحكم ان انا راجل يعني راجل صديقه يعني، بعيدا عن هو خلوق جدا ومحترم جدا وبيحترم اي حد يعني من الصغار للكبير، الا انه هو كمان شخص يعني ودود، واكيد بيقف جنب الناس، فاكيد هو كان بيعملها معامله حسنه. الا ان المعامله الحسنه دي اتردت بالخيانه. الست ديت خانتهم وخانت الامانه وخدت ومشت. المهم بعد لما قبضوا على الست وخدوا المشغولات الذهبيه وخلاص، حماده هلال ومراته اتنازلوا على المحضر وقالوا خلاص يا ست روحي لحالك وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفعلا الست ايه راحت لحالها. نفس القصه دي بتتكرر كتير جدا مع الفنانين والشغالات. يعني مثلا هتلاقي الشغاله بتاعت نرمين الفقي سرقتها، وبتاعت ناديه الجندي سرقتها، وفيفي عبده برضو سرقتها، ومش عارف مين اللي كان شغال عند خالد عجاج وبرضو سرقه. وانا افتكرت قصه كده، كان صديق ليا نجم كبير يعني حصلت له الموضوع ده، ربنا يديله الصحه، وراجل كبير مقاما وكبير سنا يعني. مراته في يوم من الايام هم كانوا قاعدين لوحدهم في بيت ما معهمش ولاد ولا حاجه، جت قالت له الحق في ذهب كتير جدا والفلوس اللي احنا كنا شايلينها في البيت اتسرقت. طيب مين اللي سرقهم؟ قالت مفيش حد دخل البيت خالص نهائيا، انا كل الحكايه ان انا سبت البيت لما انت كنت بره يعني ساعتين كده اول امبارح، ولسه مكتشفه النهارده ان الايه، ان الحاجه اتسرقت. فبتشك في مين؟ فقالت ما هو هيكون مين، هو كان عنده بنتين بيساعدوا مراته في البيت. فقالت هم، قال لها ازاي؟ يا نهار ابيض انت بتقولي ايه؟ قالت والله ما في غيرهم. المهم بلغ ساعتها هو الشرطه وعمل محضر، والشرطه جت عينت وشافت المكان والبيت ومعرفش ايه والمداخل والنوافذ. وساعتها الضابط مشكورا قال له يعني مفيش اي كسر ولا اي حاجه ولا حتى اثار عنف يعني على كل البيبان والمنافذ والكلام ده كله. فاللي سرق ده حد من جوه البيت، وانا غالبا هيكونوا الشغالتين. فانا انت لازم تتهمهم باتهام رسمي، واخدهم انا اسم الشرطه ويعني ايه استجوبهم عشان نشوف الحاجه دي راحت فين. الحاجه دي كانت بفلوس كتير يعني ساعتها الكلام ده من حوالي مثلا 8 سنين 10 سنين كانوا بحوالي مثلا نص مليون جنيه 700 الف جنيه كده يعني. تصور بقى الراجل يقول ايه، والله العظيم قال له طب استاذن حضرتك، يعني الكلام ده كان مثلا الظهر، يعني اخر النهار تيجي تاخدهم وانا مش هقول لهم. قال له ما هو ممكن يهربوا. قال له لا ولا يهربوا ولا انا يعني ايه هقول لهم حاجه ولا هعرفهم ان ايه ان انا اتهمته. قال له ليه؟ قال له بس يعني كده يعني. فالظابط قال له طيب خلاص ماشي. قال له يعني استاذنك يعني حضرتك تيجي او تبعت يعني مثلا ايه حد من الاسم ياخدهم. خلاص ماشي. فعلا الظابط خد بعضه ومشي.
وهو بقى دخل لمراته قال لها بصي يعني اكليهم وشربيهم وخليهم يرتاحوا ويغيروا هدومهم وما تقولهمش اي حاجه، على اساس ان هم لو قعدوا في القسم يوم ولا يومين ولا حاجه يعني انا ما كنش قلبي واكلني ولا شايل ذنبهم ان هم يعني قاعدين لا كلوا ولا شربوا ولا ناموا كويس ولا الكلام ده كله، وما تقول لهمش اي حاجه. وفعلا ولا حسسوهم باي حاجه خالص، والبنتين قعدوا واكلوا واتغدوا وغيروا هدومهم ولبسوا وخدوا شاور وتمام التمام وزي الفل 100 فل و10. اتصل بالظابط قال له يا فندم يعني لو تبعت حد او حد بيجي تاخده. وفعلا الظابط جه وقبض على البنتين وخدهم واستجوبهم، وبعون الله في مسافه ساعتين اعترفوا وطلعوا الحاجه وهم اللي كانوا سارقين. الراجل ده بيقول اللي هو يعني صديقي ده، وهم حتى نفسهم البنتين كانوا يعني قالوا احنا مش عارفين عملنا كده ازاي، ومش عارفين احنا مدينا ايدينا على مش الراجل بقى اللي هو بيكرمنا، لا ده الراجل اللي كان بيعملنا زي بناته، يعني اللي بياكلنا من اكله وبيشربنا ويعني بيساعدنا وبيقف معانا في المحن بتاعتنا وبيكرمنا دايما في المناسبات، سواء كان عيد سواء كان رمضان ما اعرفش ايه، مش مخلينا عايزين حاجه. ولكن طول الوقت يعني المال السايب بيعلم السرقه، ان انت تامن اكتر من اللازم دي في حد ذاتها كارثه. فانا بقول وبحكي القصه دي ليه؟ خلي بالك، حرص ولا تخون. يعني انت شغال حد معاك تمام امين وانت عارفه من 10 سنين والكلام ده كله، ما تسيبلوش حالك ومالك قدامه فلوس وبتاع وده، ما تسيبلوش. الشيطان شاطر هيغويه، هيقول له خد. اشمعنى انت؟ هو ليه غني وعنده ده كله وانت لا اللي شغال عنده؟ هو هيتقال كده وهيتوسوس له. واحنا للاسف ناس كتير جدا منا ضعيفه الايمان وضعيفه النفس، وفي الاول وفي الاخر احنا بني ادمين، فهيمد ايده وياخد ويجري. لا انت حرص، شغله ومهامه هي دي. ما تدخلش حد ايا كان اوضه نومك، ولا تعرف حد داخلياتك، حتى لو كانت الشغاله، حتى لو كان الراجل الحارس الغفير بتاعك، لا يبقى يفضل بره ما تدخلش البيت. والله العظيم حرص ولا تخون. احنا في دنيا، في الاول وفي الاخر دنيا، وربنا يسترها علينا جميعا. شكرا جزيلا.